اجتماع اليهود في فلسطين هذا من علامات الساعة، أنهم يجتمعون في آخر الزمان في فلسطين ينتظرون الدجال، فيخرج الدجال فيهم ثم ينزل عيسى عليه السلام فيقتله. تجمعهم في فلسطين هذا من علامات الساعة، أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحصل القتال بينهم وبين المسلمين في فلسطين، يحصل بينهم قتال وملاحم، في النهاية ينتصر المسلمون عليهم ويقتلونهم قتلا ذريعا. هذا الآن بدت علاماته، بدت مقدماته، اجتماعهم من أقطار الدنيا، تجمعهم في فلسطين، هذا من علامات الساعة. وهذه مقدمات للحروب والملاحم التي ستحصل، ومقدمات لنزول الدجال، لأنهم ينتظرون الدجال، ينتظرون الدجال، لأن الدجال منهم والعياذ بالله، يخرج في اليهود ويتبعه اليهود. فهذه من العلامات المتوسطة. العلامات الكبار هي التي تحدث في آخر الزمان، ظهور الدجال ونزول المسيح عليه السلام من السماء وقتله للدجال وحكمه بالإسلام، وظهور يأجوج ومأجوج في وقته، ثم طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة. كل هذه من العلامات الكبار التي إذا حدث أولها تتابعت ثم تقوم الساعة على إثرها. نعم. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. نعم أعدل. ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال من خروج الدجال. هذه من أول العلامات الكبار، خروج الدجال. والدجال رجل يخرج من اليهود، يتبعه من يهود أصفهان 100,000 عليهم الطيالسة، يخرج ويقود اليهود ويدعي الربوبية، يدعي أنه الله، ومعه خوارق شيطانية، معه خوارق شيطانية تفتن الناس، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتخرج ما فيها من الكنوز. أعطاه الله هذه الخوارق للفتنة، وأشد الفتن فتنة المسيح الدجال، لأن الذين يهلكون بسببه كثيرون لشدة ما معه من الفتنة والعياذ بالله. معه جنة ومعه نار، لكن النار هي الجنة، والجنة اللي معه هي النار، لكن يظهر للناس أنها جنة، وآل يظهر للناس أنها نار. الحاصل أن معه خوارق شيطانية كثيرة تغر الناس، ويأتي على جميع الأرض إلا مكة والمدينة، إنه لا يدخلهما. ولكن اللي فيه نفاق يخرج، اللي فيه نفاق في الحرمين يخرج إليه، ولا يبقى إلا أهل الإيمان الثابت، لأن الله أخرجه للفتنة لأجل الامتحان والابتلاء، ليتميز المؤمن الصادق من المنافق وضعيف الإيمان. فخروجه فتنة عظيمة. وسمي بالدجال من الدجل وهو الكذب، لكثرة كذبه وتمويهه فهو دجال. وسمي بالمسيح، المسيح قيل لأنه يسرع في الأرض ويمسحها بسرعة، يمسحها بسرعة، ذلك والله أعلم لما هيأ الله له من وسائل المواصلات السريعة، يمسحها بسرعة أسرع من الريح. سمي بالمسيح لمسحه الأرض. وقيل لأن عينه ممسوحة، عينه ممسوحة، أعور، والأعور الدجال أعور، ممسوحة عينه ليس لها علامة، سمي بالمسيح بمعنى الممسوح. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقال له المسيح أيضا. لماذا سمي المسيح؟ قيل لأنه يمسح على ذي العاهة فيشفيه الله. عيسى عليه السلام يمسح على المريض أو على ذي العاهة فيشفيه الله عز وجل، ويسمى مسيح الهداية. وأما الدجال فيسمى مسيح الضلالة. يخرج في آخر الزمان
ويتبعه اليهود ويقودهم، ويحصل على المسلمين منه فتنة عظيمة. ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وكان أشد الأنبياء تحذيرا من الدجال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الأنبياء وعهده قريب من خروج الدجال، فهو أكثر الأنبياء تحذيرا من الدجال. وأمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. أعوذ بالله من عذاب جهنم، قال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من 4، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فهو فتنة عظيمة وشر كبير، ويجري بسببه محن عظيمة. ثم ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام من السماء فيقتل الدجال، يطلبه في فلسطين فيقتله بباب لد، ويريح الله المسلمين برسول الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم يحكم عيسى عليه السلام في الأرض بحكم الإسلام، ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يحكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعد شريعة الإسلام شريعة، هي الشريعة الخاتمة. ثم يظهر في وقته يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله، وهم أيضا أهل فتنة عظيمة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يأجوج وهم خلق وأمة من الأمم، من بني آدم، نوع من بني آدم كانوا محجوبين عن العالم، لأن الإسكندر ذو القرنين بنى دونه السد، فلم يستطيعوا أن يظهروه، ولم يستطيعوا له نقبة. ما يستطيعون يظهرون يعني يصعدون فوق السد هذا، ولا يستطيعون نقبة لأنه قوي من الحديد ومن الباس الشديد، فما استطاعوا أن يظهروه، وما استطاعوا له نقبة. لكن إذا جاء وعد الله جعله دكاء، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يندك هذا السد ويخرجون على العالم والعياذ بالله، ويفتكون في العالم قتلا وتنكيلا، ليس لأحد طاقة في قتاله، ليس لأحد طاقة في قتاله. ثم يهلكهم الله في ساعة واحدة، يهلك الله يأجوج ومأجوج في ساعة واحدة. هذا من علامات الساعة. نعم.